في كتاب كيف تفهم الست اللي انا لسه ما الفتوش، سالنا ستات كتير حضرتك عايزه ايه في شريك الحياه، وكانت الاجابه الحقيقه انا عايزه كذا وكذا وكذا وكذا. واحنا كمعشر الرجال افتكرنا ان احنا فهمنا الستات عايزين ايه بعد ما هم جاوبونا على هذا السؤال، وده قمه الغباء الفهمي للستات. لان الست ما تتفهمش من فكره هي عايزه ايه بناء على ردها على سؤال انت عايزه ايه، ولكن في حقيقه فهمنا للستات يجب ان احنا نعمل اعتبار لهي بتستجيب لايه، رد فعلها الانفعالي العاطفي الفطري بيكون عامل ايه امتى. وده ياخدني الحقيقه لمنطقه هو هل انا المفروض ان انا اسال الست انت عايزه ايه؟ الحقيقه انا شايف ان ده مش المفروض ان احنا نعمله خالص، لسببين. السبب الاولاني ان كثيرا ما يتناقض مع تنطقه المراه مع ما تشعر به، ده يكون في اتجاه وده يكون في اتجاه تاني خالص. السبب التاني ان كتير من الستات اصلا مش فاهمين نفسهم لدرجه ان هم بيطلبوا شيء ولكن بيستجيبوا لشيء تاني. الست تطلب منك انك تكون حنون ولكن في فطرتها هي محتاجه ان هي تشوف منك القوه. الست تطلب منك انك تكون كريم معاها ماليا ولكن هي مهتمه جدا بان هي تكون شايفاك انسان مدبر ومخطط للمستقبل، اللي بيخليها هي شخصيا تخاف من انفاقك عليها. الست بتطلب منك احيانا انك انت تكون محتوي وهادي ورومانسي معاها، ولكن في حقيقه الامر هي بتشعر بالرضا اكتر في العلاقه لما بتشوف ان انت بتقود العلاقه بارادتك انت وبقوتك انت وبرؤيتك انت. ساعتها بتحس ان هي تشعر بالامان جوه شخصيه راجل قوي. قد يبدو هذا تناقض احيانا ما بين الحين والاخر عند الستات، وفعلا هو ممكن نقول عليه تناقض، مش بس قد يبدو، لان الست لما بتيجي تقرر بدماغها او بتفكيرها بنلاقي ان اللي بيقود ويسوق سلوكها وانفعالاتها وتصرفاتها كله مشاعر في مشاعر في مشاعر في مشاعر، مش تفكير خالص. المطلوب ركز في كيف تستجيب المرأة لك مش ما تطلبه المرأة منك، وشتان الفرق شرحناه ووضحناه. اعمل وقول لي عملت ايه عشان اعرف اكمل تأليف كتابي ان شاء الله. لو بعت الفيديو ده لمراتك ما تقولهاش ان انا اللي طلبت منك. اتفقنا حبيبي؟ اشوفك على خير، سلام.